مساء الخير على الجميع. النهارده حابب اشارككم برزنتيشن هي نظريه اكتر منها اي حاجه عملي، ولكن يعني دايما بشوف ان هي اساس نجاح واساس توصيل التدخل الجراحي اللي احنا عايزينه فيما يخص عمليات التجميل بصورة عامة وعمليات تجميل الجفون طبعا بصورة خاصة. وهي فكرة البيشنت سيلكت أو اختيار الحالة أو اختيار المريض الأنسب إنه يجري العملية. وأنا بتكلم هنا أكتر على الجزء الكوزماتيك اللي هو البلافروبلاستي مش حاجات الاوكلوبلاستي. ودايما بقول انه المشكله في حالات التجميل انه الحاله اللي بتيجي ما بيبقاش عنده مرض عضوي، ولكن بيبقى الموضوع كله يندرج تحت الاكسبكتيشنز والديماندز او الطلبات الحالات بتطلب. وعشان كده انا دايما بحب اقسم موضوع البيشنت سelection ده لحاجتين. الحاجات اللي احنا هنشوفها يعني كلمه باثولوجيكال اللي انا قصدي بيها الحاله فعلا عندها اكسترا سكين، عندها اكسترا فاتس، عندها ايا كان المشكله اللي موجوده عندها. وطبعا الجزء الثاني الاهم، هل الحاله دي سايكولوجيكالي جاهزه ان هي تعمل العمليه او فاهمه وواعيه كل الحاجات اللي تخص العمليه نفسها ما بعد العمليه الكلام ده كله. ممكن نكست. تمام. وعشان كده عشان نوصل برضو ان احنا في الاخر نشتغل على الحاله المظبوطه اللي فعلا العمليه هتدي نتيجه ليها وهيبقى فيه اثر وامباكت من العمليه، وفي نفس الوقت نفسيا العمليه او الحاله دي جاهزه. لازم اول حاجه ان احنا ناخد هيستوري كويس جدا. تمام. ومع الهيستوري برضو من ضمن الهيستوري طبعا اول حاجه هنسمعها هي شكوى العيان. وشكوى العيان دي مهمه جدا، لان هي دي لما نيجي نطبقها مع الشكل اللي احنا شايفينه والاسسمنت اللي احنا شايفينه، هي دي البدايه ان احنا نقول هل الحاله ده فعلا كانديديت لان هو يعمل عمليه البليفروبلاستي ولا لا. تمام. يبقى اول حاجه هيستوري مهمه جدا، وناخد بالنا من الشكوى او من الطلبات اللي البيشنت جاي يطلب. تاني حاجه اسسمنت واكزامينيشن كويس جدا. ثالث حاجه زي ما قلنا ان احنا نطابق نكوريليت الكومبلين بتاعت العيان مع الاكزامينيشن واللي عينينا شافته. ومهم جدا ان احنا نبتدي نشرح ونفهم العيان كل الديتيلز اللي تخص الاجراء. الهيستوري بنبقى مغطيين كل حاجه، هل في امراض مزمنه، هل بناخد علاجات، هل في عمليات قبل كده، هل في اي اصابات او جروح قبل كده، هل في اي اصابات بعصب سابع، عصب خامس، عصب ثالث، اي حاجه في النيرف سبلاي بتاع منطقه الجفون، هل في اي ادويه او عملنا او في نيه لاي حاجه تخلينا نخس او نفقد وزن كبير في مده زمنيه قصيره. ليه؟ لان دي نقطه مهمه جدا، لانه هي دي اللي ممكن تبتدي تدينا ريكورنس ونلاقي ان حصل تاني ساجنج او تهدل في الجلد او زياده شويه في ظهور الانتفاخات لو اتعملت بعد عمليه البليفروبلاستي. فمهم جدا ان احنا برضو يبقى عندنا كده يعني ايه بطريقه ما تبقاش اوفنسيف للعيان. طب احنا وزننا ثابت، طب احنا في نيه للدايت، طب في حاجه، طب هنعمل عمليه، طب هناخد الادويه والحقن اللي هي بتخسس في مده زمنيه قصيره. دي نقطه مهمه جدا عشان برضو الاكسبكتيشنز والعيان يبقى فاهم ان انت لو حضرتك او حضرتك عملتي حاجه زي كده يبقى احنا متوقعين ريكارنس اسرع شويه من الظروف الطبيعيه. تمام. هل تم حقن اي حاجه؟ هل تم حقن بوتوكس قريبا؟ هل تم حقن فيلر؟ بالذات فيلر كمان في الاندر اي مهم جدا ان احنا نبقى عارفين. طبعا في اغلب الحالات بصراحه انا
كلينيكالي بقدر ابقى عارف اذا كان الحاله دي حقنت فيلر او لا بصوره او باخرى، ولكن برضو من ضمن الهيستوري، لانه اولا الفيلر بيزود الفاسكولاريتي جدا. لما بنيجي نخش نعمل العمليه بنلاقي انه البلاد فيسلز بتاعتنا بتبقى انجورجد وبتبقى اكتر، وبالتالي عرضه البروزنج بيبقى اعلى شويه. فدي نقطه برضو مهمه جدا، برضه تندرج تحت الاكسبكتيشنز، ان احنا الكلام اللي احنا بنعمله قبل العمليه بيريحنا بصوره كبيره جدا 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 بعد العمليه. لما حضرتك توضح وتشرح كل حاجه للبيشنت، ده هيسهل عليك كتير جدا في الفولو اب، ويخلي الدنيا سهله جدا ما بينك وما بين البيشنت. اخر حاجه نقطه مهمه جدا برضو، ساعات طبعا برضو انا كانت عيني طول عمرها فوكس، وعيني كانت طول عمرها مسحوبه، وعيني كانت طول عمرها مره واحده. مهم جدا ان احنا نصمم ونصر في حالات معينه لو حاسين ان الكومبلين برضو مش ماشي او مش مقنع بالنسبه لنا، طب بعد اذن حضرتك انا محتاج اشوف صور قديمه على مراحل عمريه مختلفه، وقولي لي الصوره اللي انت كنت شايفه او حاسه ان ده شكل العين اللي انت نفسك ان احنا نرجع له، او شكل او رسمه العين اللي انت عاجبك. دي نقطه مهمه جدا برضو، حته ان احنا نطلب من الكيسز، مش لازم كل الكيسز، لكن تاني دي هتبقى الحالات اللي احنا حاسين او شاكين ان الشكوى برضو مش ماشيه بصوره مفهومه، او ان الكومبلين بتاعتنا. لما نيجي نخش خلاص احنا خلصنا الهيستوري، ومن الهيستوري اوريدي ومن طريقه كلام الحاله، انت حضرتك بنسبه كبيره حطيت كده يعني امبريشن الحاله دي تمام سايكولوجيكلي، يعني جاهزه ان هي تقوم بالعمليه، ولا لا احنا يعني ايه هنواجه شويه صعوبات. يجي بعد كده حته الاكزامينيشن مهم جدا 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 برضو، لان احنا زي ما احنا قلنا احنا الموضوع مش بس سايكولوجيكال، احنا الموضوع هل العيان كلينيكالي هيستفيد بالعمليه. وعشان كده اول حاجه واهم حاجه في حته الاكزامينيشن فيس. يعني ايه فيس؟ هو احنا مش بنتعامل مع العين بس، احنا العين ده جزء من الوش، وجزء بصراحه اهم جزء، لان يوجولي طبيعي ان احنا لما بنيجي نبص على اي حد او نسلم على حد او بيبقى في اي كونتاكت، ده الطبيعي. فهو العين جزء من الوش وجزء مهم جدا، تمام. والتغيير اللي بيحصل فيها يا يحصل بصوره ايجابيه جدا ويحسن من المظهر العام، يا يغير شكلنا تماما ويخلي شكلنا مش احنا او مش اللي احنا متعودين عليه. فبالتالي لازم ان احنا نبص على الوش كله، ونبتدي نشوف الجفون شكلها ايه، وضعها عامل ازاي، البوزيشن كمان بتاع الحواجب بتاعتنا. هل الموضوع بس الجفون؟ ممكن عيان يبقى جاي متخيل ان هو محتاج يرفع الحاجب، مع ان المشكله عنده في الجفون، والعكس صحيح، هو عايز يشد الجفون بس الحاجب بتاعه تقيل جدا جدا جدا. فلازم كل الامور دي نتكلم معاها وننبه البيشنت، والله حضرتك محتاج برضه براو ليفت مع البليفروبلاستي، لا انا مش عايز خلاص، لكن دي الحاجه اللي هتوصل حضرتك للنتيجه اللي انت بتدوري عليها. غير كده النتيجه هتبقى كويسه، لكن هيبقى عندنا 1 2 3 نظره عامه للوش عشان نشوف هل في حالات كتير جدا يجوا يشتكوا ممكن احس فعلا ان في شويه جفن ممكن يكون مبطن، الجفن ممكن يكون فيه تهدل، في انتفاخ، ولكن بصراحه في حالات كتير بيكون لايق على بقيه وشهم بيبقى تشابي جدا، وشهم بيبقى مدور جدا، وشهم بيبقى مليان. فبالتالي عادي جدا ان الجفن يبقى ممتلئ شويه، حد وشه طويل ومعضم شويه وشايفين البوني برومننسز بتاعته، فطبيعي انه يبقى مجوف شويه او يبقى عنده سانكن اي. في بعض الحالات يبقى فعلا شكل العينين لايق على بقيه الوش، وبالتالي ممكن ننصحهم عادي جدا لا يا جماعه احنا مش محتاجين قوي العمليه في الوقت، هنبص على الوش، هنبص على البوزيشن بتاع الجفون والبوزيشن بتاع الحواجب، لو في اي بقى نورمال موفمنتس، ودي يوجولي بتبقى مرتبطه بالناس اللي تعرضوا لاي مشاكل زي ما قلنا في الاعصاب بتاعه الوش. ممكن نلاقي تويتشز كده موجوده، ممكن نلاقي ماركوس جان، ممكن نلاقي حاجات كتيره جدا. فدي برضو مهمه طبعا ان احنا نقدر بس في الاكزامينيشن ان احنا ناخد بالنا وعينينا تروح للحاجات دي، عشان تاني نتكلم معاها قدام البيشنت. ساعات كتير الناس ما تبقاش واخده بالها، البيشنت بعد ما بيعمل العمليه حاجه وقبل العمليه حاجه تانية خالص. بعد العمليه هو قاعد اسبوعين 3 من حياته بياخد سيلفيز وبيبص في المرايه.
في حاجات كان ممكن تبقى موجوده طول عمرها عنده، لكن هو مركز بالصوره الرهيبه اللي بيركز فيها بعد العمليه. عشان كده مهم جدا ودورنا ان احنا ننبه البيشنت لاي حاجه موجوده قبل، عشان نستريح وعشان ما يبقاش فيه بعد كده انت تبقى كدكتور محطوط في موقف ان انت عمال تبرر. دي بتبقى شكلها مش لطيف خالص، وبيبقى خلاص في حته مصداقيه كده فقدت من المريض. خلصنا الكشف، خلصنا كل حاجه. هنبتدي ان احنا نشرح. هنشرح ايه؟ هنشرح كل الديتيلز الجراحيه، نوع التخدير ايه، حضرتك هتحس بايه، اللي ممكن تحس بيه، مده العمليه قد ايه، بعد ما نخلص العمليه هنعمل ايه، التعليمات اللي هي ما بعد العمليه، والفتره بتاعتنا بتاعت الريكفري الاولانيه، مده الزرقان، الرينج بتاعها، ما اعرفش ايه. كل الكلام ده مهم جدا. ايه الاكسبكتيشنز بتاعتنا، امتى نبتدي اجادج واقول انه خلاص دي نتيجه نهائيه. الجفن بيفضل على مدار 6 شهور يتغير. بليز ما تستعجلش او ما تستعجليش قبل كده على الحكم على النتيجه. ادي كل حاجه وقتها لحد ما يحصل فول هيلينج. وسربرايزنجلي عايز اقول لحضراتكم انه الموضوع مش 6 شهور، ده الموضوع اب تو سنه كمان. بنلاقي حالات كتير بيفضل شكلهم يتحسن، وبتجيري الرسائل بعد سنه وبعد سنه وشويه، واحنا قد ايه حسينا بالاختلاف كمان، مش بس في 6 شهور، لا ده على مدار سنه. فمهم جدا 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 انه نبقى عارفين ومبلغين البيشنت ان بليز على مدار 6 شهور احنا شكلنا عمال يتغير. اخر حاجه مهمه جدا، ارجوك ما تديش وعود قاطعه. ما تديش وعود قاطعه. العيان هيمسك في كل كلمه حضرتك قلتها، هيمسك فيها ويرجع يقول لك ما انت يا دكتور قلت لي ان دي. لازم دايما، لانه احنا هل انت حضرتك مهما كانت كفاءتك او مهارتك او في ريشيو، في برسنتج في كل حاجه. فبلاش الوعود اللي بتعشم العيان وبتدي العيان سقف طموحات عالي جدا، واحنا غصب عننا مش قادرين ومش ضامنين ان احنا نوصل. هنشرح كل حاجه، نشرح البروز اند كونز اللي ممكن يحصل، اللي مش إيه كل الاكسبكتيشنز سواء البوزيتيف او شويه النيجاتيف بصوره برضو مبسطه. احنا مش عايزين العيانين اكيد يعني يطفشوا او يهربوا مننا، ولكن مهم جدا ان احنا نبقى واضحين في كل حاجه قبل، عشان ده اللي هيريحنا. الجزء بقى السايكولوجيكال، زي ما قلنا في الاول خالص ان احنا نسمع كويس جدا للشكوى بتاعه الحاله. هل الطلبات واقعيه؟ ليه؟ لانه بصراحه يعني من فتره كان بيجي العيان يجيب ده من فتره قبل ظهور الفلترز والحاجات دي. كان العيان يجي ويجيب مثلا صوره سيلبرتي او حاجه او حد من المشاهير، و يقول لي انا عايزه عينيا تبقى زي نانسي عجرم، ولا عينيا زي هيفاء وهبي. طبعا ده شيء خزعبلي، وشفت للاسف ناس كتير يعني بصوره انا ما احبش ان اي حد يتعرض ليها، انه دكاتره طوعوا عيانين في الحاجات دي. و فده امر مش مستحب خالص طبعا. كل واحد ليه الهويه بتاعته، كل واحد ليه الشكل بتاعه. تمام. تاني حاجه، النهارده بقوا يجوا بالفلتر، يروح جايب الفلتر كده لحضرتك ويقول لك والله بص انا شكلي وشكل وشي وشكل عينيا عاجبني بالفلتر ده. طبعا ده برضو عالم افتراضي يعني صعب تحقيقه، وصعب اصلا ان احنا نكمل في حاجه زي كده. فدي نقطه مهمه جدا، ان احنا الطلبات بتاعتنا تكون منطقيه وتكون واقعيه. هل، ده سؤال حضرتك هتساله لنفسك، هل الشكل بتاع الجفون بعد كده او الطلب اللي هم طالبينه هيبقى لايق عليهم ولا مش لايق عليهم؟ دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ولازم ان احنا برضو نوضحها ليهم بصوره مهمه. هل الطلبات اللي هم طالبينها predictable؟ يعني ايه predictable؟ يعني في حاجات كتير ممكن ان احنا نبقى عايزين ان احنا نعملها، ولكن تحمل جزء كبير من الريسك، او الريسك بتاعها يعني ما يساويش ان احنا نعمل حاجه زي كده. ودي نقطه مهمه جدا 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 جدا. في تاني حاجات وطلبات، انا بيجي لي حاجات وسع لي العين. يعني ايه وسع لي العين؟ يعني ايه وسع لي العين؟ مفيش عندنا في الاوكلوبلاستي، الاوكلوبلاستي
اللي معتمد على ساينس، حاجه اسمها وسع لي العين. انت حضرتك الفيتشرز بتاعتك كده، حجم عينك كده، والمسافه دي كده، يبقى ارجوك هو ده الشكل. نعدل من ده لكن اوسع واضيق واعمل، فدي تاني حاجات تحمل جزء كبير من الانبريدكتابيلتي. والحقيقه اغلب الحالات اللي بتطلب الحاجات دي ما بيبقوش ساتيسفايد، ان احنا بعد كده هنخش في حته البودي ديسمورفيك سندروم، وده قصه كبيره جدا، وده ممكن يتقال عليه محاضرات ومحاضرات. ففي منتشر جدا دلوقتي موضوع البودي ديسمورفيك سندروم. انت مهما عملت للبيشنت للاسف هو او هي، وفي الاخر هنحاول ان احنا ندي للبيشنت الرياليستيك اكسبكتيشنز، الحاجات اللي فعلا واقعيه، الحاجات اللي هنقدر ان احنا نقدمها، ونحاول ان احنا نشدهم شويه ناحيه اللوجيك لاند. اللوجيك لاند ايه؟ اللي هي لا والله حضرتك احنا شكل جفنك كذا، شكل وشك كذا، يبقى احنا هنعمل واحد اتنين تلاته، هنرفع حاجه، هنشد الجفن، هنشيل دهون، هنسوي شويه دهون، هسيب لك لازم شويه دهون عشان وش حضرتك مدور، ما ينفعش اشيل لك دهون كتير. اقتنعت وحضرتك حسيت ان البيشنت تمام مقتنعه فعلا، يبقى جو اون وتقدر ان انت تبروسيد. حاجه انا بعملها بصراحه برضو في عيانين ببقى دايما كده مهزوز منهم شويه، وحاسس ان هم برضو مش يعني مضطربين شويه سايكولوجيكلي ومش جاهزين. فبرضو يوم العمليه بروح جاي مراجع سريعا، واحد اتنين تلاته، احنا اتكلمنا قلنا هنعمل واحد اتنين. لو حسيت بصراحه ان العيان يوم العمليه قبل ما نخش العمليات، وممكن على ترابيزه حتى العمليات، لسه بيتكلم في الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها بمنتهى الطريقه الادبيه او الاخلاقيه، بروح معتذر للبيشنت واقول له طب انا رايي ان حضرتك تاخدي وقتك شويه، او حضرتك تاخد وقتك شويه تفكر وتشوف، لانه انا اللي اتفقنا عليه واحد اتنين تلاته، بس حضرتك النهارده بتطلب او بتطلبي حاجه مختلفه. اعتقد احنا كده يعني غطينا معظم النقط المهمه. تاني انا بالنسبه لي ده شيء اهم بكتير من اعمل ازاي العمليه دي، كده كده بتيجي باي اكسبيرينس، لكن اعمل لمين واختار مين وده يصلح ليه وده لا يصلح ليه، عشان برضو نقطه مهمه، بيشنت واحد ممكن يضيع لك مجهود 100 حاله تانية معموله بطريقه بيرفكت. ومش شرط على فكره الحاله دي تكون حصل فيها كومبليكيشن، لكن لو الحاله سايكولوجيكلي مش جاهزه لاجراء العمليه، فهي للاسف الامباكت السلبي اللي هي هتبتدي تقوله هيبقى أسوأ بكتير، وهيغطي أي حاجة إيجابية حضرتك أو حضرتك. متشكر ليكم، ويعني لو حد برضو اضطر عليه أي سؤال أو أي حاجة فيما يخص أي حاجة في البليفروبلاستي، أعتقد يقدر إن هو يتواصل من خلال الأكاديمي، وأنا هكون سعيد إن أنا أرد على كل أسئلة. شكرا جزيلا.